السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور نانسي سعيد وكارت أحمر، يا رب يكون الجميع بألف خير. مباراة ماراثونية قدمها منتخب مصر امبارح قدام الجزائر، وكأنك بتلعب مباراة نهائي. يعني نقدر نقول مباراة ودية بطابع رسمي جدا جدا. ولكن الجميل إن منتخب مصر برغم طرد محمد هاني في الشوط الأول وكنا بنلعب على المكسب، ومن فترة ما شفناش المنتخب بالروح والأداء الرجولي ده. وكل اللعيبة امبارح كانوا نجوم حقيقي، بس أكتر حد صنع الفرق مع المنتخب كان محمد عبد المنعم. ولما تيجي تقارن بين مباراة الجزائر ومباراة تونس، كان في تفكك كبير جدا في الخروج بالكرة. كان في أزمة لاعبي وسط الملعب لأن محدش كان بيوصل لهم الكرة في الأساس. فرق كبير بين المنتخب في مباراة تونس وبين المنتخب في مباراة الجزائر. يكفي إننا بنلعب ناقصين واحد من الشوط الأول، ورغم كده كنا أفضل وأخطر على المرمى. محمد صلاح ضيع، ومصطفى محمد ضيع، ومرموش كمان كان مضيع. لو كان في شوية تركيز كنا كسبنا على الأقل 2 أو 3. طبعا منتخب مصر لعب ضد الجزائر بالمباراة دي 22 مباراة، فاز منتخبنا فيها على 7 مواجهات، وتعادلنا في 9 وخسرنا في 6. وسجل منتخب مصر 26 هدف في شباك الجزائر، واستقبل شباك المنتخب المصري 25 هدف من الجزائر. أول مباراة جمعت بين منتخب مصر والجزائر كانت في عام 1970، وانتهت بفوز منتخب مصر 1-0. آخر المواجهة كانت 7 ديسمبر، ودي كانت آخر المواجهات، كانت في 7 ديسمبر 21 في بطولة كأس العرب، وانتهت بالتعادل 1-1. وسجل لمصر عمرو السولية، وسجل هدف الجزائر محمد أمين طوغاي. طيب، سافر النهارده الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، ومعاه الكابتن سمير عدلي المدير الإداري لتنزانيا قبل بعثة الفريق، عشان ينهوا كافة الترتيبات الخاصة بوصول البعثة والإجراءات المتعلقة بالإقامة والانتقالات وملعب التدريب. طبعا ده قبل مواجهة سيمبا المرتقبة في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأفريقي يوم الجمعة الجاي إن شاء الله. واصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش. كمان عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين، وأكد على ضرورة التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن خلال مواجهة سيمبا، وطبعا يحقق ضربة بداية قوية في البطولة. شارك في مران الأهلي رامي ربيعة وكريم ندفد وصلاح محسن بعد تعافيهم من الإصابة. كمان انضم الفريق اليو ديانج بعد العودة من منتخب مالي، والحمد لله الحمد لله الأمور كلها ماشية بشكل كويس جدا. يتبقى فقط التوفيق للنادي الأهلي في أولى مبارياته في البطولة. نيجي بقى لموضوع انتخابات الزمالك. قررت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة عماد البراني إن جميع أبواب النادي هتكون مفتوحة يوم الجمعة المقبلة إن شاء الله لاستقبال الأعضاء لانتخاب مجلس إدارة جديد. ودخول الأعضاء المقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة هيكون من 3 بوابات من اتجاه أبواب النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع 26 يوليو، وبجوار مسجد الحمدية الشاذلية. والخروج هيكون من بوابتين منعا للتزاحم. كمان قررت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك غلق مقر النادي يوم الخميس الساعة 8 مساء بسبب تجهيز النادي لإقامة الجمعية العمومية لانتخابات مجلس إدارة جديد يوم الجمعة القادم. إن شاء الله تعدي على خير وتعدي الأمور بسلام، وما نشوفش أي تجاوزات، واللي يكسب نقول له ألف مبروك وندعمه ونقف جنبه لحد بس ما النادي يقف على رجليه ويعدي الأزمة دي على خير. لحد هنا انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في قناتي على اليوتيوب أو على صفحتي على الفيسبوك. شرفني وجودك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.